التضحية والتنازلات في الحب. مين قال إن الحب مبني على التضحية والتنازلات؟ أنا معاكم إن في حاجات ممكن نعديها علشان الدنيا تمشي، لكن إيه أنواع التنازلات اللي أنا ممكن أقدمها في حبي؟ وإمتى يكون تنازلات في سبيل الحب؟ وإمتى يكون استغلال من الطرف الآخر؟ حد فينا سأل نفسه قبل كده هو بيحب بجد ولا اللي جواه ده ممكن يكون وهم؟ كتير مننا نفسه يحب، وأول ما بيقع في أول حد بيلاقي فيه ميزة واحدة من اللي هو بيحبها أو بيتمناها، بيفتكر إن هو ده حب العمر، وبيبتدي يوهم نفسه واحدة واحدة إن هو كل حاجة بيتمناها موجودة في الشخص ده. لكن في الحقيقة إن هو وهم، والوهم ده أنت اللي بتبنيه جواك واحدة واحدة لحد ما يبقى وحش كبير بيقضي على المشاعر الحقيقية اللي جواك. بتكتشف الكلام دوت لما بتحس إن أنت بنيت الشكل اللي نفسك فيه وغمضت عينيك عن الشكل الحقيقي للشخص اللي معاك. مثلا تلاقيه بيسمع كلام اللي بيحبها بشكل مبالغ فيه لدرجة إن هي بتلغي شخصيته، وبيتحول واحدة واحدة من إنسان فرفوش بيضحك طول الوقت لإنسان كئيب طول الوقت بيفكر يا ترى هي ممكن تكمل معاه ولا تبعد عنه. وتبدأ التنازلات واحدة واحدة، وكل يوم بتموت حاجة حلوة فيه بالبطيء. لكن مهما طال الوقت بيجي عليه لحظة بيعرف إن اللي هو فيه دوت وهم، وإن هو مش حب حقيقي. وهي تملي بتبيع له إحساس بالرعب إنها ممكن تبعد عنه في أي وقت علشان هو مفهوش المواصفات اللي هي كانت بتحلم بيها، ويبدأ يغير نفسه للشخصية اللي هي عايزاها. على فكرة هو شخصيته هي متغيرتش، بس هو بدأ يوهم نفسه بحبه ليها وابتدى يخاف إنها تبعد عنه. لازم تبقى فاهم إنك لما تلاقي الحب الحقيقي هتلاقي الشخص اللي بتحبه دوت بيعشق تفاصيلك، مش محتاج تتغير عشان يحبك، هو يحبك كده زي ما انت. لكن لو لقيت نفسك بتتغير واحدة واحدة وبدأت تخش في دايرة التنازلات، اعرف إنك موهوم بالحب مش حب حقيقي، واعرف إنك كمان ضحية لطرف تاني مريض نفسي بيحاول يحقق كل أمانين مريضة لمجرد إن هو قادر يوهمك إن هو بيحبك. يا جماعة في تضحيات وتنازلات إحنا بنقدمها كل يوم في حياتنا، لكن عشان ناس تستاهل، ناس نكون متأكدين إن هم فعلا بيحبونا، وعلى قد ما إحنا ممكن نتنازل ونضحي عشانهم هم كمان ممكن يتنازلوا ويضحوا عشاننا. أشوفكم في مبدأ جديد من مبادئ حب.